السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد يا حبايبي، كل جمعة وانتم طيبين وكل سنة وانتم طيبين. رمضان على أبواب، ربنا يعود علينا وعليكم بخير. احنا اتعودنا دايما ان احنا نقول ايه، معلومة ونصيحة. دايما بيبقى نازلين السوق احنا على الله، يعني كتجار او كناس بتشتري او كده. يعني ايه على الله؟ يعني نازلين مش عارفين الدنيا فيها ايه، او مش مرتبين او مش مظبطين، او دماغك مش على عربيه معينه. انا نازل زي مثلا في واحد بيبقى هو دماغه مثلا نازل يشتري تويوتا كرولا، واحد نازل يشتري بي ام، واحد فاهمين قصدي ايه. انما احنا يعني او اي حد كتاجر بيبقى نازل، هو نازل على الله، اللي هيلاقيه سعره مناسب وحاله كويسه هيتوكل على الله. بتبقى فرص، بتبقى تساهيل، بتبقى ارزاق، بتبقى كل واحد وقناعته. خلينا نتكلم في النصيحه. يمكن كان في حد بيقول لي هو بيشتري عربيه ب 2 مليون، تمام، او مليون و900. فعايز عربيه. طبعا انا النهارده لما اوصل المبلغ زي دوت، انا مثلا بدور على كودياك، تمام، او بدور على عربيه اس يو في عاليه. في كذا نوع ممكن في الحته ديت او في البادجت دوت. هنا بقى النصيحه، انا راجل النهارده احط رقم. ففي عربيه النصيحه بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ يعني مثلا العربيه دي حاجتها، اصل بيقولوا حاجتها في التوكيل وحاجتها بره. انا بركب عربيه بالرقم دوت. النصيحه هنا ان انا لما اركب عربيه زي ديت، كل بعيد طبعا ربنا يا رب يستر علينا وعليكم، بعيد عن حوادث او خبطات، كل اللي هيبقى عندي في عربيه جديده زيرو عداد مثلا 10,000 20,000 ايا كان، تيل وزيت، ولو كان بوجهات على 40,000 اللي هي الصيانات العاديه، عملتها في توكيل عملتها بره، هو الموضوع. لان زي ما انتم عارفين الناس اللي بتبقى راكبه ممكن بتبقى مثلا في عيوب في عربيات معينه، لازم ابقى الوكيل ضامنها، عشان لو في فتيس بتشتكي منه في موتور عربيه دي بتبقى بتخوف. انا بالنسبه لي مدرستي ببعد عن عربيه بيبقى فيها مشاكل زي كده، ما ولا يضمنها لي وكيل ولا انا بالنسبه لي بعمل اي حاجه بره ما بتفرقش معايا، طول ما قطعه الغيار متوفره مش هتخوفني، بس انا بشاري كويس، تمام. فكانت نصيحتي لي ان انا النهارده عربيه مثلا مستورده جايه، اللي هي المبادره، بيقول لي اصل انا خايف من هي بره الضمان او بره التوكيل. قلت له لا، دي ما تخوفش، انا عربيه جديده بعيد طبعا، ربنا يسترها. لو خبطه وهي في الضمان ده اتخبطت، ملهاش دعوه بالضمان، ملهاش دعوه بالتوكيل، ده خبطه، هي دي زي دي، فاهمين قصدي ايه. فدي كانت النصيحه. طب والمعلومه ان احنا النهارده في السوق، في الاسعار، انا بديك معلومه اللي هي ايه. وانت نازل بتشتري او نازل بتدور، زي ما انا بقول لك كراجل، بتبص بعين اللي هي عين التاجر. ازاي؟ العربيه دي مثلا شفتها دلوقتي، النيسان الصني اللي واقفه قدامي دي، واحد بيقول لي ب 600,000، هي ب 600,000. طب في واحده فيها خربوش في الرفرف ب 500، يعني انا او ب 520 او ب 550 وفاصل. طب انا عشان خربوش او رفرف راشش او دي معلومه ما يهزنيش ولا هوشني، خدتها بره وجوه، فرق الفلوس هيبقى حلو. فدي معلومه بضيفها لكم. فاسف للاطاله، بحب ان انا فعلا اعرف وافيد واضيف للناس، بس الوقت ما بيبقاش في صالحنا، عشان بيقول لك الفيديوهات في التقديمه دي بتبقى مش عارف ايه، ما حدش بيسمع، ما علينا. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وانا شايف زحمه النهارده في السوق برضو، يلا بينا نشوف السوق في ايه. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اهم حاجه، ويلا بينا نشوف السوق. دي نيو اوبترا موديل 2015. العربيه دي رشه جنبين كامله فاتحه، دي المستورده اهي. اهي بيتكلم في 450 باسم صاحبها مرور المعادي. رخصه قد ايه؟ سنتين ونص مرور المعادي. اهي من جوه، موتور فتيس تكييف، هي الاكسدامين مثلا، يعني حاجات بسيطه. وهنشوف برضو انواع تانية. 2010 تاني فئه، ماشي 190 عداد، هديكي شايفينها اهي. بيتكلم في كام؟ 585 اهي. دي من بره، هي مرور ايه مع قوات مسلحه، قوات مسلحه اهي. فيها رخصه سنه باسمه هي اهي من بره. معلش كده، بص من جوه، بص من جوه، من جوه. شفت واحده انا بقى 10 بره وجوه ماشيه 100. اللي كان حد كاتب لي تعليق كبير كده، فبيقول لي انت قابل ازاي العربيه. بص العربيه دي من جوه ايه، بال 670. ما تزعلش نفسك. في واحده هنا 10
رشه رفرف فيها على البارد كتير، ماشيه 100 عداد، بقول ب 700، فايده 690. فالحاله دي ب 600 دي ب 585 تاني فئه. بس طبعا التانيه ستها وست، مش بغلط في العربيه دي لا، كحاله ككماليات. سيروتو التانيه فورتي جت ب 670 بتاعت ابراهيم، ربنا يا رب يملى له بركه. وانا هوريكم العربيه كده، هروح اوريها لكم لقطه مع ان الناس دي بتزعل بس على الله. اهي ظهرها اهي، بس عشان ما نجيبش نمرتها والناس تزعل مننا. تمام شايفينها؟ قسما بالله ب 90. فيها حتت على البارد في الجنب يا بره وجوه، فيها اكسدام بس قدام. تخيل بقى التانيه بصمه وكراسي وفورتي. احنا مش بنجيب حاجه وخلاص. واللي غاوي بيقول لك بنقب بطاقته، واحد غاوي هيدفع وهيعد مش هيفرق معاه. اهم حاجه هو عايز الموديل ده، مش هيبص للعربيه ام مثلا سيراتو 16 17 ب 600 ب 900 ب 700 الكلام ده مفيش منه. اهم حاجه هو عايز دي وعايز الحاله دي فبيدفع. ولسه هنشوف دلوقتي هوريكم. كان مكلمني النهارده على السكودا دي موديل 21 بره وجوه. دي الامبيشن فيها رفرف من بره صح؟ من بره. العداد كام؟ 190 صيانات توكيل كلها. 190 صيانات توكيل. اهي من بره اهي. يا ماشيه كام عداد قلت لي؟ 190 صيانات توكيل. 21 كانت بتسافر بقى دي. سفر بس كاوتش جديد، صيانات كلها في التابلو. بكام؟ اهي من جوه 1,180,000 اهي. اهي هو التعليق الوحيد بالنسبه لنا في العربيه دي العداد، ان هي موديل وحاله زي ما انتم شايفين، بس العداد عالي. انا مش هلاقيها حتى من العمود خبطني. تمام لو حد عايزها ان شاء الله موديل كام؟ 18. رش ايه؟ رشه من بره عشان جايه من بره، فيها حاجات بسيطه كده. مفيش ملحوظه جوه، مفيش مسمار مكتوب. هي رشه بره عشان هي مستورده. ما عدا سقف وشنطه. دي ملك اول بقى، دي مبادره. تمام. اهي من بره. دي اعلى فئه؟ ثالث فئه. بانوراما مفتاح. بانوراما مفتاح. من جوه عدادها كام؟ 160. ماشيه 160 اهي. مفيش ملحوظه جوه. زيرو جوه. تمام. بكام العربيه دي؟ 100. مفيش الكلام ده، مفيش سبورتاج بالكلام ده. عاملين عروض. مفيش ملحوظه جوه، لو في ملحوظه الكشف علينا. زيرو دواخل. وفي كلام برضه خلي بالك ظهرك. عشان خاطرك في كلام. تمام يا مسهل الحال يا رب. اهي احنا بنعرض دي ودي ونشوف دي، وممكن نشوف حاجه ثانيه بره وجوه. هنشوف بول بكام، يعني هنقارن دي بدي. تمام. ما احنا بنقول للناس عشان الناس تبقى مستوعبه وشايف ده وشايف ده. تمام. لو حد عايزها ان شاء الله تواصل معانا. ايه شارك موديل 15 عربيه اعلى فئه فاتحه اهي. ماشيه 102 صح؟ 102 عداد اهي. بيقول بكام؟ ب 710 والبيع بعقد مسجل. طبعا انا بعرض لكم اللي موجود بسبب ان انا ايه، الناس بتقول اسعار، انا بجيب الاسعار اللي هي الاقل، وفي ناس بتبقى معترضه عليها. اهي دي من جوه اهي، سقفها اهو وماسك مجعبت فيه مش حالل. 710 ما بتهزش. ماشي. دي سيروتو الناس اللي كانت عماله تتكلم فيها، الداير بتاع الرفرف ده خرابيش. دي 13 تاني فئه. بص عامله ازاي، ب 680,000 للناس اللي زعلانه. وعلق لي على العربيه بتاعت ابراهيم، افضل انا مصمم على الحته دي اهي. بص عامله ازاي، هبوريك بس. اساله لك طالب كام. يلا بس على الله بس معايا. انت قلت لي طالب كام في دي؟ 670 يا فندم. 670 اهي من جوه. خليك قاعد. دي بره وجوه. دي قلت لي فيها الرفرف دوت. داير رفرف بس. داير الرفرف. سمعتوا؟ 670 على غفله يا مسهل. هندور برضه وهنشوف نعرض لكم دوت عشان نبقى مستوعبين. دي كرولا موديل 2015. العربيه دي رشه بره ما عدا سقف وشنطه اهي. ماشيه 350 عداد. هي رخص 4 شهور من القريوب باسم صاحبها. من بره اهي
دواخلها ما فيهاش حاجه. ها دواخل فابريكا. دواخل فابريكا. رشه بس رفرفين خلفي. رفرفين خلفي. لكن الابواب ما ترشتش. يعني البوابه لا؟ لا. يعني ما فيهاش الجنبين؟ طيب يعني هي بره وجوه ما عدا رفرفين خلفي والطقم القداماني. تمام. اهي بص بقى، في ناس يعني دي 15 في مدرسه تقول لك ايه، انا اخش في المدرسه ديت اخد عربيه موديل وشكل، موديل عالي وشكل تاني، وبيتكلم في 7.5. في واحده انا شايفها 13 شكل قديم، عربيه جديده عددها مثلا هو قليل عشان مفتيش، يعني عددها قليل تحت ال 50، بس بيقول بكام؟ ب 8.5. 13 شكل قديم. كل واحد وليه دماغه. انا بالنسبه لي اخد دي، مش بقول لحد خد دي، انا بقول لكم الفكر عشان يبقى احنا برضو بنستفاد. تمام. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. موديل 2020 العربيه دي بره وجوه ما عدا رفرف، اعلى فئه اهي. مرور الويلي، الرخص اللي فيها سنه، فيها توكيل واحد. اللي كان مكلمنا على تيجون هي من بره، او باسات، او سكودا 8. هما الثلاثه دول برضو اختيارات بتتحط فيها، الناس برضو بتذاكرها. هي من جوه يعني في ناس بتبقى ليها طلب معين، فاحنا بنعرضه عشان ممكن حد برضو يحط الاختيارات دي معاه. دي من جوه تمام، بره وجوه مع ضرفه. بكام بقى العربيه دي؟ بتكلم 1,550,000. تمام، اعلى فئه. تمام. حد عايزها ان شاء الله يتواصل معانا. تازيا موديل 2011 بره وجوه ماشيه 270 عداد. العربيه دي باسم اصحابها اهي، عربيه ما شاء الله نظيفه. بتكلم في 680 اخر اهي من بره اهي. حضرتك بتقول بكام اخر؟ اهي هو طالب 680 اخر. تمام اهي. يا مرور ايه قلت لي؟ مرور فيصل. ودي من جوه اهي، مفيش نمر طبعا، فيها مانيوال. وعشان اوريكم الفتيس اهو، دي مانيوال بس يبقى ده فتيسها مانيوال. بيتكلم في 430. اللي كنا مصورينها المره اللي فاتت كانت كام؟ تمام. فبيقول لك 430. عارف الله يصلح حاله ويرزقه، ده جبت نمره ولا جبت شكل ولا جبت حاجه، بس في كلام في حته وكلام معرفش يعني. معلش لما باجي اجيب عربيه او ما مش فاهم بقى، عشان الواحد ما يقعدش يقول كلام مش، الواحد ما بيستوعبش. ربنا يصلح حال الناس كلها. يعني لو اوتوماتيك هنقول ماشي. 2007 بيقول لك ب 430,000. طب ايه الكلام ده؟ اهو ده لسه واخد دي تاجر اهو ومرمطاه. ربنا يصلح حاله. فيا مسهل حال يا رب. خليكم معانا لحد ما نشوف الدنيا في جي 5 موديل 22 ماشيه 113 عداد. دي لاكشري بره وجوه، فيها توكيل واحد، رخصه سنه. بيتكلم في 750,000 اللي كان طالب ام جي لاكشري اهي. دي من بره اهي، ودي من جوه اهي صيانه توكيل. دي من جوه يعني عدادها صادق مش كذاب، بمعنى ان الصيانه توكيل دي هتخش هتلاقي العداد دوت اللي هو اخر صيانه عاملاها كذا كده يعني. تمام. لو حد عايزها توصل. دي سيراتو موديل 2016. العربيه دي بره وجوه مفتاح كامله، مفتاح اهي من بره. بتتكلم، انت بتتكلم في كام معلش يا باشا؟ بتقول بكام؟ 880. ب 880 بس العربيه دي كامله مفتاح اهي من بره وجوه. طبعا انا بوريكم، ممكن هيقول لك اخد شكل قديم ليه بالفلوس، كل واحد غاوي يعني، هو غاوي. تمام. من جوه اهي ما شاء الله عليها يعني. دي يقول لك انا اخد ليه شكل قديم ب 670. معلش انت مش هتاخد، في غيرك غاوي هياخد. فانت ما تحطش نفسك قصاد ده، او تحط فكرك قصاد فكري قصاد دوت. لا، كل واحد له دماغ. عربيه ممكن واحد غاوي دي، ممكن واحد مش غاويها، غاوي الشكل ده. فكل واحد له دماغ يا جدعان، مش كل واحد زي التاني، صوابعك مش زي بعضيها يعني. فكل واحد وله دماغ. تمام.
خلينا نخلص ونطلع معاكم تاني في الاخر. يا مسهل. صلى دي 13 رشه بره ما عدا السقف، مكنه 1400 بيتكلم في 670. فانتازيا 13 اهي من بره، ادي من جوه ايه. عدادها كام؟ 215 اهي. مكنه 1400. فئه تانية دي. هو بيقول في البنزين ال 400 طبعا بتبقى اسهل، بس الناس بتحب العزم عشان العربيه تقيله، هي التربو بيعوضها في السرعه. 14 ونص و14. بس هي عزم المكنه بيبقى لا في الطلعه، ما تقوليش لا قوتها، انما في المشي طبعا. يا عم انا عارفها، انا بركبها في البسات، ما هي المكنه دي اللي راكبه في البسات. خلصنا السوق بفضل الله. طبعا الجو تلج موت، الجو سيء جدا النهارده. عاوز اقول بقى كلمتين قبل ما نقفل. طبعا السوق زي ما انتم شفتوا الاسعار، انا اديتكم كده ايه، عارف انت يعني ايه، على طرف المعلقه سنه عسل كده، اللي هو الاسعار اللي انتم شايفينها. في ناس بتتكلم فيها، كل واحد بيتكلم من وجهه نظره هو، زي ما انا قلت. وجهه نظرك تحترم فوق دماغي. يا رب تقول لي العربيه انا دلوقتي 28 لفيت عشان اجيبها لكم، قسما بالله 88 موديل 88 بيقول لي ب 130 وبيكلمني ايه فخامه الفخامه، يعني ان هو معاه اللي مش مع حد، اللي هو عارف انت اللي عنده من ده كداب وممنوعات العالم واللي كل الهري اللي انت عايز تسمعه وعايز تتخيله تخيله. انا ماشي جو تلج يعني. انا اوريكم النهارده الاسعار اللي الناس بتتكلم فيها. انا بلف يعني ايه، لف جامد عشان ما اجيبش اي سعر يستفز حد، لان انا بستفز يعني بصفه شخصيه من الاسعار اللي بتتقال غير منطقيه. يعني بقول لي 130,000 جنيه، معلش يعني 28 بره وجوه وجميله. في اللي يغواها الله يرزقه، يعني اللي بيبيع ده الله يرزقه، اللي بيشتري الله يرزقه، ربنا يكرمه ويكسب فيها. احنا مش ضد، يعني انا عن نفسي كخالد انا مش ضد، ومش بقول للناس ديت، يعني انا مش بقول ان دي كده واقعد بقى اعمل فيها اللي مفيش منه العربيه ديت. انا مش بتكلم في النقطه دي، انا بتكلم ان انا عارف الناس اللي متابعاني او الناس اللي بتشوف، زي ما انا ممكن بتضايق من سعر او بتضايق من رقم او في حد زيي، فانا براعي الحته ديت، فبلف لف جامد عشان اجيب سعر حلو. كان النهارده تخليت عن القاعده ديت، او تخليت عن الفكره ديت، او عن المنطق ده. بقيت احط شويه اسعار عاليين شويه عشان تشوفوا الدنيا فيها ايه. بس برضو مدرستي ان انا بحب اجيب سعر، حتى لو فيها حته فيها مش عارف ايه، فيها السعر بيفرق. يعني انا دلوقتي مصور فانتازيا تمام، واحد دلوقتي بيقول لي يلا عشان ببيعه بنضحي. بكام يا عم؟ قال لي ب 725. ده اللي هو انت ايه، الحق بقى يلا بسرعه اشتري. ايه يا عم في ايه يا عم؟ 2011 انا مصور ال 13 انتوا شفتوها المكنه 400، وصورت عربيات وعملت لكم مقارنه. زي اللي بيبيع الكورول اللي هي اليارس بيبيعها ب 405، قال بكام مش فاكر والله، ب 430 ولا مش عارف بكام. فكلام ايه يا حاج؟ ده مانيوال، انت بتتكلم في ايه يعني؟ مش فاهم. في واحده كانت يارس النهارده بس رجعت ما لقيتهاش 15 بيقول ب 500. ست هي كانت بتقول ب 500، جوزها معاها ولا مش عارف ابوها ولا ايه، ب 520. انا لفيت ورحت صليت ورجعت لقيت العربيه مشيت. ممكن تكون اتباعت، عربيه نظيفه، وانا واخد شكل قديم، طب ما انا اخد شكل جديد. فكلام مش يعني ايه، مش عملي، ما بيقضيش مصلحه. بص كميه العربيات، يعني في اللانسر دي متلمعه ومتحلفطه ومتروقه، يا رب تكون جايه بس عشان شايفينها اهي. دي انا بشاور هنا اهي. دي بيقول مش عارف هي عشان مظلوموش ولا لا، مش فاكر. بس كان في واحده زيها بيقول لي ب 3.5 اوتوماتيك. لا مش هي، الثانيه كان بره وجوه، دي رش بس شبه دي نفس اللون. ف يا ريت اللي بيعلق تعليق انت يعني ايه وجهه نظرك حبيبي، فوق دماغي، تحترم، عشان ايدي دي وجعتني قوي. تحترم وجهه نظرك تمام. في واحد غاوي وهو بيدور عايز عربيه بالحاله دي بالسعر ده، مش فارق معاه فلوس، فارق معاه ان هو هيركب وهيستخدم. انت ما تحطش نفسك مكانه، سيبه هو اتضحك عليه مثلا، تمام. انا مش عندي العربيه دي بعتها له، ده هو جايبها وانا اتفرجت له عليها وعملتها. فانا ازاي بقى، مش ازاي، دي مش بتاعتك، دي بتاعت انا. يعني انا النهارده بساعده ان انا عارف وجهه نظره ان هو الراجل فلوسها او شغلها. في ناس يا جماعه الفكر بالنسبه لها العربيه بالنسبه لها بتبقى ترفيه كماليات، وفي حد عربيه في حياته اساسيات مش كماليات وترفيه. فيا ريت ما تقيس كل حاجه على نفسك وما اقيس كل حاجه على نفسي. لازم نراعي اللي حوالينا وظروفهم ودماغهم
في حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، وفي تعليقات ممكن انا بقى ابقى اقعد ارد وافهمك بالراحه كده واحده واحده وجهه النظر في الموضوع ده ايه. خلينا احنا النهارده خلصنا. انت دلوقتي ما دوستش لايك، يا ريت تدوس عشان تشوف احسن واحسن. ده وجعني قوي. احسن واحسن واكتر واكتر وجهات النظر ديت. بس انا مش عارف الناس اللي معايا، بحس ان هم يعني ايه مش موجودين. يعني في ناس معينه معايا بتعلق اخواتي وحبايبي الباقي، انتوا فين؟ عشان تشوفوا، عشان اشوف وجهه نظركم ايه، عشان ابتدي ان انا اشتغل في حاجات كتير هتفيد بجد الجميع. لما نقعد نتكلم انا باجي لك من الواقع، باجي لك من السوق، بعرض لك من السوق. في بقى على النت خلي بالنا في نصابات، في حاجات كتير بتبقى ناس اتلبت. ويمكن انا عامل فيديو من فتره ان واحد اتاخد منه 380 الف جنيه. فنخلي بالنا ما نفرحش بالسعر ونجري وراه. انت شايف الدنيا هتهبط، يا ريت انت شايف اسعار حلوه يا ريت تبعت لنا وتقول لنا نفيد الناس، ويبقى انت فوق دماغنا وهتطلع واجي معاك واروح معاك في اي حته. بس اللي بينتقد سعر، انا عايزك تجيب سعر اقل عشان نعرض ونقول للناس ونستفاد. انت تستفاد وانا استفاد واللي هيشتري هيستفاد، كلنا نستفاد. بس يبقى احنا ايه، ايجابيين، مش بنتكلم بس بننتقد اللي احنا بنعلق بس. احنا بنعارض من اجل المعارضه بس، او بننتقد من اجل الانتقاد بس. طب انا خلينا الانتقاد يبقى بناء هادف يضيف ويفيد. معلش خلصنا السوق النهارده، الجو تلج. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. ولقينا الكارته هي دي ولا لا؟ ربنا يستر بقى. انا داخل على البوابه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما دوستش برده تاني، باكد عليك دوس عشان هتشوف حاجات ان شاء الله هتعجبك. وان شاء الله في كام عربيه بيشدوا كده هيعجبوكم باذن الله. صلى على النبي.